مبدئيا مفيش حاجه صعبه. هو في حاجه ان انت بدات المعامله مع حد اشتغل لك في المعامله صح، او حد ما عرفش يشتغل لك فيها صح. انت دلوقتي بتقول مشيت في الاجراءات والامور صعبه. طيب هي صعبه في ايه؟ في الحساب البنكي. انت بتقول في الحساب البنكي، طب ما انا لو عامل الورق مع شركه مثلا انا بتعامل معاها، انا مش عارف انت عملت الورق فين، ولكن فيزا دي 2 عاوزك تفهمه وغيرك يفهمه، وفيزا دي 7 وفيزا دي 8. لو الاجراءات سليمه 100% 100% والشروط مطابقه عليك تمام، ما فيهاش رفض. الا رفض امني، الا رفض امني، يعني انت هتاخد رفض هتكون انت السبب فيه. طيب اذا انت بتتعامل مع شركه، الشركه دي ليها محامي، المحامي دوت انت بتعمل له توكيل، وبناء عليه بيقدر يفتح لك حساب بنكي في البرتغال لفيزا دي 2 فيزا دي 7 فيزا دي 8 اللي هي الريموتلي عن بعد ومن غير اي مشكله.